العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هحكي لكم حكاية مثل. المثل بيقول إيه؟ اللي يربط على رقبته حبل 1000 من يسحبه. إيه حكاية المثل ده يا حبايبي؟ حكاية زكية كانت متجوزة ومخلفة 4 بنات، وكان حالتهم على قدها، وجوزها راجل طيب، وكان في العيلة بتاعتها ناس مبسوطين. زكية اشتعلقت في الطبقة بقى الناس المبسوطين، وقعدت تعرض عليهم خدماتها: هجيب لكم، هسوي لكم، هشتري لكم، انا اعرف اجيب ازاي الحاجة ارخص، واعرف يعني اساعدكم ازاي. المهم فضلوا بقى كل حاجة: يا زكية تعالي هاتلنا ناس تنظف وقفي على ايديهم، يا زكية عندنا فرح، يا زكية عندنا السبوع اشتري لنا حاجة السبوع، يا زكية في ميت تعالي، يا زكية اقفي مع الناس اللي بتعمل وتشرفي عليهم، يا زكية. مين متضايق؟ اخوات زكية: ازاي بتعملي في نفسك كده وعاملة نفسك مرمطون ليهم؟ وجوز زكية يقول لها ما ينفعش كده، لكن زكية ما كانش بتسمع الكلام، ومش شعلقة ان هي صاحب الطبقة الغنية في عيلتها. وطبعا هم ما كانوش يكلموها ولا يقولوا لها تعالي لما يكونوا عايزين مصلحة او عايزين ان هي تقضي لهم خدمة. لكن جوز زكية قال لها انت تمشي على بيت ابوكي، انا مش عايز اللي انت تروحي عندهم، ما كانش كده هطلقك. راحت تعيط لابوها. ابوها بصلها كده قال لها اخواتك بيروحوا في حتة مرمطوا نفسيهم، بيروحوا يعرضوا خدماتهم على الناس، ايه اللي يجبرك على كده؟ لازم تكوني إنسانة عزيزة عشان الناس تحترمك، مش عشان إن هم كل ما يكونوا محتاجينك يبعتولك، غير مش محتاجينك بيسألوا عليكي. اللي يربط على رقبته حبل 1000 من يسحبه. وخلي بالك من بيتك وجوزك، وخلي بالك إن كرامتك فوق أي حاجة. أما نصيحة خالتك تونا ليكم: أول حاجة يا حبايبي، إيه اللي يخلينا يعني هنذل نفسنا ويعني الناس تبصلنا من فوق وتبصلنا إن إحنا قليلين؟ إيه هو؟ الفلوس ده حبة ورق، يعني شوية نار هيبقوا رماد. إيه تاني؟ الأكل. هو في أكل بيتخزن؟ هتاكل أكتر من معدتك، ونخرج يعني الأكل ده أول ما يفوت البق بيبقى نتان. محدش هيقول لكم الكلمة دي اللي خليكوا تونه. ما تذلوش نفسكم، ولازم تكونوا عزاز، وتكونوا يعني نفسكم غالية عليكم عشان تبقوا في عينين الناس كبيرة. ما ترخصوش نفسيكم، ومحدش يعرض خدماته لحد ولا يبقى تابع لحد. انت اللي ربنا بيرزقك ومكرمك، ما تذلش نفسك لحد. ما فيش حاجة في الدنيا تستحق ان البني آدم يذل نفسه عليها، او يكون تابع لحد، او يسحب حد، او يسمح لحد ان يسحبه. ادي يا حبايبي، انتوا لازم تبقى نفسكم غالية عليكم عشان الناس تبصلكم بعزة، وان انتوا ناس عينكم مليانة، وان انتوا مش تابعين لحد. وان عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.